ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. ويلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده يعني اعملوا سكيب لللبس خالص عشان انا شويه كده رايحه مدرسه. تمام. النهارده انا هكلمكم هقول لكم ايه الفرق ما بين لايف ستوك وكاتل. الكلمتين دول علينا في اولى ثانوي في الانجليزي يعني، ففي فرق ما بينهم جدا ومهمه جدا القاعده دي. اول حاجه لايف ستوك دي معناها حيوانات المزارع. تمام. وهي دي بتشمل الدواجن والمواشي، يعني الاتنين مع بعض. يعني كل حاجه فيها اي حاجه في المزرعه على طول نختار لايف ستوك. تمام. مش محددين حاجه معينه، هي كله اي حاجه في المزرعه عادي بناخد لايف ستوك، بتشمل كل اللي في المزرعه يعني. وعلى فكره بتاخد الفعل مفرد وجمع عادي. يعني لو انا قلت مثلا لايف ستوك از تنفع، لو انا قلت مثلا لايف ستوك ار تنفع برضه. وملحوظه كمان عليها ساعات بتيجي يعني غالبا قوي بتاخد الفعل كيب. تمام. يعني مثلا هتلاقوا في جمله كيب لايف ستوك. تمام. كيب يعني ايه؟ كيب مش معناها يستمر، هي ليها كذا معنى بس من ضمن معناها يرعى. تمام. يرعى الاغنام او يرعى المواشي او يرعى المزارع، حيوانات المزارع عامه. تمام. فعامه يعني لايف ستوك بيجي معاها الفيرب كيب. طيب يلا تعالى ناخد مثال عليها. زي مثلا لو انا قلت livestock is sold in this market، او ممكن اقول livestock are sold in this market. تمام. يعني ينفع معاها الفعل المفرد وينفع معاها الفعل جمع. خلاص خلصنا لايف ستوك. تعالوا بقى ننتقل ونروح لكاتل. كاتل يعني ايه؟ كاتل يعني مواشي فقط فقط فقط، ما ينفعش غير مواشي. يعني هي دي استثناء. تمام. انا باخد مواشي بس، الباقي الدواجن بقى ومواشي وكل حاجه دي لايف ستوك. تمام. كاتل دي المواشي بس. طيب بتاخد فعل ايه؟ بتاخد الفعل جمع بس، ما بتاخدش مفرد. يعني لايف ستوك بتاخد المفرد والجمع، وكاتل بتاخد الجمع بس. زي مثلا لو قلت cattle are sold in this market، يعني المواشي بتباع في الماركت ده او في السوق ده. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. وباي.